فوز منتخب مصر على اثيوبيا 2-0. خد بقى الكلام اللي ايمن يونس والمحللين اللي قاعدين في القناه مش هيقولوه، ده الكلام بقى اللي المفروض يتقال. منتخب مصر كسب. عارفين يا جماعه مدينه البعوث اللي في الدراسه؟ في هناك افارقه بيبقوا جايين من الدول الافريقيه، بيجوا في مدينه البعوث ساكنين هناك، اثيوبيا والسنغال وكوديفوار والكاميرون تقريبا كده. هم هناك جمعوا نفسهم وعملوا منتخب اسمه اثيوبيا، جه لعبوا منتخب مصر بكامل نجومه. الكلام بقى اللي المحللين مش هيقولوه، منتخب مصر للاسف ملوش هويه، ملوش شخصيه، ملوش شكل، ملوش اسلوب لعب في الملعب، ملوش طريقه لعب واضحه في الملعب. دلوقتي يعني انت كسبت النهارده اثيوبيا ازاي؟ اثيوبيا بيلعبوا تحت الكوره لو بلوك، انت كسبتهم بضربتين جزاء. اصحى للكلام، انت كسبتهم بضربتين جزاء. انت لا عارف تخترق من العمق، ولا عارف تلعب على الاطراف، ولا حد عندك بيشوط، ولا حد عندك بيعرف يعدي واحد على واحد. انت لولا ضربتين جزاء النهارده كنت اتعادلت مع منتخب هزيل مش ضعيف، منتخب هزيل. فمنتخب مصر لو لعب منتخب قوي، السنغال بقى، كاميرون، كوت ديفوار، لو لعب منتخب قوي هيتكشف للاسف. الراجل انت لعبك منتخب بوركينا فاسو اللي هتلعبه التلات الجاي، ده التوب اللي انت مرعوب منه. فيا جماعه كلمتين يا جماعه بجد، لازم كابتن حسام حسن كلنا بنسانده، بس منتخب مصر فعلا ملوش شكل ولا ليه هويه للاسف. منتخب مصر بكامل نجومه. لو متفق معايا قول لي، عندك وجهه نظر تانيه احب اعرفها في الكومنتات. شكرا يا كباتن، ان شاء الله باذن الله المنتخب يصعد باذن الله لكاس العالم، لان دي اسهل مره نروح فيها كاس العالم، لان كل الفرص بتقول لك وديني امريكا لكاس العالم. شكرا يا كباتن، وتحياتي ليك يا صديقي.